يا جدعان اللي عمله جوميز ده في الزمالك يعرفنا قد ايه قيمه مارسيل كولر. مارسيل كولر اللي كان قاعد النهارده في المدرجات بيتابع ماتش ماتشوكا وبوتافاجو، يعرفنا قيمه الراجل ده. واحد باع النادي بتاعه عشان الفلوس، وواحد باع كل الفلوس عشان خاطر النادي بتاعه. عايز اقول لك يا جدعان ان مارسيل كولر من اول ما جاله عروض كتير جدا، جاله عروض من بيراميدز، جاله عروض من السعوديه، جاله عروض بفلوس اضعاف اللي كان هياخدها في الاهلي، ولكن هو فضل النادي الاهلي على كل ده. ده الفرق يا جدعان، ده الفرق بين اللي يخش نادي الاهلي واللي يخش نادي زي نادي الزمالك. والله العظيم بجد يا جدعان، جوميز لو كان حاسس بقيمه نادي الزمالك زي ما كولر حاسس بقيمه النادي الاهلي، ما كانش عمره ساب نادي الزمالك علشان خاطر الفلوس. انا عندي نادي بتاعي بيدي للاعيبه مستحقاتها والمدربين مستحقاتها قبل اصلا ميعادها. ده فريق بيأخر مستحقات وبيعمل، ومفيش لعيبه، مفيش التزام، مفيش اي حاجه في النادي. فده الفرق. انا عندي المدرب اهو اجنبي باع كل الانديه عشان خاطر يكمل في النادي الاهلي. هو ده الفرق يا جدعان والله العظيم. المشكله بقى اللي يضحكك ان حازم امام الصغير وعماد المندوه هيبقى هو ومحمد واحمد مجدي هما الثلاثه اللي هيبقوا المديرين الفنيين للماتش بتاع المصري. ضحك خام.